الجميلة إيمي سمير غانم كانت طالعة في لقاء قريب وسألها كده المذيع أسئلة ممكن تكون بتتسأل لأي فنان، بس هي إجاباتها وردودها كانت غير تقليدية بالمرة بصراحة. يعني هي من أحلى الحاجات اللي بحبها في لقاءات إيمي قوي، إن هي عفوية جدا. تحس إن هي في لقاءاتها فعلا بتتكلم بصراحة كده وتلقائية وعفوية. ناس كتير جدا كتيرة قوي بتحب فعلا الانترفيو بتاعتها هي، لأن هي مش متكلفة زي بعض المشاهير أو الفنانين اللي بيحبوا يطلعوا على السوشيال ميديا أو في برامج. يعني دايما بيتكلموا اللي هو يعني بطريقة معينة كده عشان خاطر يعني البرستيج بتاعهم، ويبقوا يعني محافظين كده على حاجات معينة، وتحس إن هم بيحاولوا ان هم يعني يتصنعوا ممكن شخصية من شخصيتهم بعض الفنانين. لكن من الجميل بصراحة في ايمي وكمان دنيا ان هم بحسهم لما بيطلعوا في انترفيو بيبقوا تلقائيين جدا، بالذات ايمي كمان بحسها تلقائيه جدا، على يعني عفويه جدا لدرجه ان انت ممكن تحس ان هي يعني واحده قريبه منك، واحده من اهلك وهكذا. فماما المذيع كان بيسالها بيقول لها انت عندك تيم على السوشيال ميديا؟ فراحت له اه بس ماليش فيها، يعني انا دماغي ما فيهاش فنانه خالص، دماغي فيها كفته، فيها بلح باللبن، فيها من قبل ما اكون بيجيبوا طاقه منين انا اعمل كونسيلر واحط رموش هشد في شعري. يعني انا طبيعيه لدرجه مزعجه. ودنيا زيي، بس دنيا عشان بتحب الفن قوي فبتسخر حياتها للفن. يعني دنيا تقعد 24 ساعه في التصوير وهي تعبانه ومش بتشتكي، انما انا لا، من اول ساعه ببقى عايزه اروح، يعني على طول مخي بيفكر في الحياه. بس بحب التمثيل جدا، يعني لما بقف قدام الكاميرا ما بقولش اي كلام، لكن ما بعملش المجهود النفسي اللي بابي ومامي وحسن ودنيا بيعملوه. بيقعدوا يذاكروا والكلام ده كله، وانا بقى يعني يا دوبك بس بذاكر بالليل وخلاص، وبقرا الحاجات اللي انا الشخصيه بتاعتي، وبقرا الكلام اللي انا هقوله بكره وخلاص. يعني مش بقعد بقى ان انا فاهم اخد الموضوع جد قوي. لكن هم بقى بيقعدوا يعملوا بروفات وتحضير، ويقعدوا يخشوا الاوضه بقى يتاملوا بقى ويحضروا الشخصيه اللي هم هيعملوها. والاقي لي حسن جوزي جاي لي بقى متنكد عشان خاطر مشهد عمله كان حزين، فلسه بقى متاثر بالشخصيه وكده. فبقعد اقول له يا عم بقى ما تفصل يعني بين التمثيل والحقيقه، انا مراتك وده بيتك وعادي، هو انت لازم تخش لي يعني في مود الاستاذ احمد زكي الله يرحمه؟ انا مالي. ودنيا اجي اكلمها تقول لي سيبيني عشان عندي مشهد صعب. طب ما هيعدي، هو هتاخدي الاوسكار يعني وعادي، وهيبقى كده عادي، هيخلص المشهد وهنعمل عمل تاني والدنيا هتمشي. فبتقول بشوف ان هم واخدين الموضوع يعني على اعصابهم جدا. قالت رغم ان في ناس بشوفها فنانين ما بتحزقش ومشهوره جدا وما بيعرفوش يمثلوا اصلا، وقالت اقسم بالله وناجحين وما بيعرفوش يمثلوا سواء رجاله او ستات، هم بيبقوا بس شكل وبس. وكان قالت مش بس في الوقت ده، كمان زمان خالص في ايام الابيض الاسود برضو كان في فنانين ما بيعرفوش يمثلوا عادي. بعد ما خلصت كل الكلام ده راحت قالت للمذيع بمنتهى التلقائيه هو انا كده صريحه بزياده ولا ايه؟ بصراحة يعني لا، يعني مش صريحة خالص. يعني انت مفيش حاجة ما قلتهاش، بس بصراحة يعني ناس كتير جدا حبت تلقيتها، وانا حباها بصراحة قوي، بحبها قوي في الانترفيوهات ان هي بتتكلم كده على طبيعتها، وهي بصراحة جميلة يعني.